إذا اجتمع رجل وامرأة يكره كلاهما الآخر في جزيرة بمفردهما، فكم من الوقت يستغرقهما لإنجاب طفل؟ الكره شعور ضعيف أمام غرائز الإنسان. إذا احتاج الإنسان لسد غريزة أساسية مثل الجوع أو العطش أو الجنس، فإن العقل سيعمل على إلغاء أو فلنقل تعطيل أي مشاعر سلبية قد تعيق إشباع هذه الرغبات. ولتأخذ مثلا شخص وصل به الجوع أو العطش إلى حد الموت ثم وجد أمامها جيفها أو مائنة، فلا شك لن توقفها مشاعر القرف عن حاجتها الأساسية. الشيء الوحيد الذي يجمح شهوات الإنسان هو الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة. هذا هو الرادع الوحيد للنفس البشرية عن ترك العنان لشهواتها. قد تكون القوانين الأرضية لها دور، ولكنه دور محدود بالمكان والزمان الذي يظن فيه الإنسان أن فعله سيقع تحت طائلة القانون. لذلك فالإسلام يوجه بإشباع الرغبة الجنسية بالزواج متى استطاع الإنسان، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث شريف، لأن ذلك أحفظ للدين وأصفى للذهن الذي يتشتت إذا تملكته الشهوة. وبالتالي للإجابة علي سؤالك، فالشهوة ستجعلهما يقصيا شعور الكراهية بعد أيام قليلة، وسيكيف العقل لهما الانجذاب للطرف الآخر حتى يقنع الجسد بالتحرك لقضاء هذه الحاجة الأساسية. ألا أن الوازع الديني والخشية من العقوبة الإلهية إذا تواجدت في استكون عامل ردع قوي لتأخر أو منع هذا لعلاقات واو إذا ردعها مالدين فعلي، فسيأخذ العقل أطول للصول لتخطي حالة الكراهية لقناعة بضرورة للزواج لتصبح لعلاقات شرعية.